هيجوزوني. الله، طب ما تتجوز يا اخي. بقول لك هيجوزوني وفيها ايه يعني؟ برضه هتجوز. انا مش شايف بروبلم. واجيب جهاز منين؟ ما عندك جهاز العروسين. عبد الرحيم عمرو. طبعا عبد الرحيم عمرو. تحتك من عمرو. فيسبوك لايك وشير وبصوا على المصادر، اهم حاجه المصادر. استناني الحلقه الجايه. سلام. طيب حاجه صغيره. مين ده؟ في 1915 اينشتاين يطلع لنا بنظريته النسبيه العامه او الجنرال ريلاتيفيتي، واللي بيوصف فيها حركه الكون كله بكواكبه بمجراته بكله. اينشتاين شايف ان الكون ده كله بما فيه كوكبنا هو عباره عن نسيج. هو اللي شايف، انا ماليش دعوه. نسيج بيتاثر بكتله اي جسم موجود عليه. لو نطبق بقى الكلام ده على مجموعتنا الشمسيه هنقول ان الشمس كتلتها كبيره جدا، وبالتالي عملت سقوط كبير على النسيج اكبر الكواكب ان هي تدور حواليها بالشكل اللي احنا عارفينه. ولو بصينا على كتله الكواكب هنقول ان كتله الكواكب اكبر من كتله الاقمار، وبالتالي اثرت اكتر على النسيج فعملت سقوط خلت الاقمار تدور حواليها وهكذا. يعني دي مش جاذبيه؟ لا مش جاذبية. العالم كله قبل ما النسبية تظهر كان مقتنع بحاجة واحدة بس، ألا وهي جاذبية نيوتن، واللي كانت بتقول إن في قوة جذب خفية ما بين الشمس وباقي الكواكب هي اللي بتجبرهم إن هم يدوروا حواليها بالطريقة دي. لكن طبعا أينشتاين طلع وقال لهم أنتوا مغفلين. بيني وبينك الناس بدأت تقتنع بالنسبية شوية، لكن كان عندها سؤال مهم جدا، وهو إن ايه هو النسيج ده؟ يعني انت قاعد تقول ان في نسيج هو السبب في السقوط ده، وفي سقوط عليه بيحصل، وفي اجسام بتتحكم فيه عن طريق كتلتها. تمام انا معاك. ايه بقى النسيج ده؟ يعني النسيج ده نفسه عبارة عن ايه؟ زمان ومكان. اينشتاين وصف النسيج ده بانه عبارة عن حاجتين مهمين جدا ما نقدرش نفرقهم عن بعض، وهما الزمان والمكان، space and time، او نقدر نقول عليه نسيج الزمكان. كمل الحلقه عشان خاطري. النسبيه عايزه تقول لك ان الزمن مش مطلق، الزمن مش لوحده، الزمن مرتبط بالمكان اللي موجود فيه. انت بتقول ايه؟ بلاش يا سيدي. تخيل معايا ان انت وشلتك اتفقتوا ان انتوا النهارده تنزلوا سهره حلوه، والنهارده هنختار مكان القهوه اللي هنقعد عليها. هل هتحدد مكان القهوه اللي تقعدوا عليها من غير ما تحددوا الساعه اللي هتنزلوا فيها؟ ها، في علاقه ولا لا؟ كمل بقى معايا. زي ما قلنا كل ما الجسم بيبقى تقيل كل ما النسيج بينزل معاك اكتر، وكل ما النسيج بينزل اكتر كل ما الزمن بيعدي عليك ابطأ. وده معناه ان طالما القمر جاذبيته اقل او معدل سقوطه اقل من الكواكب، فالزمن بيمر عليه اسرع من الزمن اللي بيمر على الكواكب. بمعنى ان احنا لو جينا قارنا الزمن اللي بيمر على القمر بالزمن اللي بيمر على الكوكب بتاعنا هنلاحظ ان فعلا الزمن بيمر اسرع على القمر من الكوكب بتاعنا. ولو عايز توقف الزمن خالص ما قدامكش غير مكان واحد بس، والنسيج فيه ما بيبقاش بايظ، النسيج فيه بيبقى معدوم. لكن خلي بالك اللي بيروح ما بيرجعش، الثقب الاسود، the black hole. انت بتنح ليه؟ على العموم لو انت مش فاهم وحاسس ان الدنيا سقطت منك، عادي. النسبية أول ما ظهرت ما كانش في أي حد فاهمها، لدرجة إن في واحد صحفي سأل آرثر إيدنشتاين من أكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين والوحيد اللي قدر يثبت النسبية بعد كده، بيقول له أنا سامع إن مفيش غير 3 بس اللي فاهمين النسبية. الراجل بدأ يضحك وبدأ يفكر كتير ويفكر، وفي الآخر قام قايل له هو مين التالت اللي فاهمها؟ لو أنت عايز تشوف الكلام ده بس بمحاكاة عبقرية فما قدامكش غير فيلم انترستيلر للعبقري والرائع كريستوفر نولان. وخليني بقى احكي لك قصه الفيلم. وكانت ناسا بتقرر تعمل عمليه استكشاف لكوكب جديد يعتبر صالح للحياه اسمه كوكب ميلر، لكن مشكله الكوكب الوحيده انه كان بيدور في نطاق وجود الثقب الاسود، وده معناه ان النسيج اللي هو موجود عليه هيبقى تقريبا كده في تشوه كبير، بمعنى ان الوقت عليه هيبقى مختلف تماما عن الوقت بتاعنا. هسيب لك في الديسكريبشن تحت فيديو مهم جدا للحظه وجودهم في الكوكب والفتره اللي قعدوا فيها، وعايزك تتفرج عليه لانه مهم جدا، وعايزك بقى تفتكر الكلمتين دول وانت بتتفرج عليه. هتسمع في الموسيقى التصويريه للفيديو اللي انا سايبه لك تكه بتحصل كل ثانيه وربع، والتكه دي مش لله وللوطن. كل تكه انت بتسمعها دي معناها ان في يوم عدى على كوكب الارض عندنا، لان اليوم عندنا بيعادل ثانيه وربع على الكوكب. وبسبب المشاكل اللي قابلتهم هناك قعدوا 3 ساعات في الكوكب، وبالتالي بحسبه بسيطه هم كده قضوا 23 سنه بالوقت بتاعنا. الراجل راح ورجع لقى بنته بقت جده وبقى ليه احفاد،
والموضوع بهوأ خالص. الراجل ده الوحيد اللي راح مشوار ورجع وفعلا فات نص عمره. طيب طالما احنا قدرنا نروح لمكان ايا كان هو فين، المهم مكان الساعات فيه عبارة عن سنين عندنا، ليه ما نقدرش في الوقت بتاعنا ان احنا نرجع للماضي او حتى نطلع للمستقبل؟ ليه ما نقدرش نقدم الوقت او حتى نأخره؟ بص يا كبير، المكان عندنا 3 ابعاد، طول وعرض وارتفاع. تقدر تلعب في ال3 ابعاد دول زي ما انت عايز. عشان كده لو نسيت اي حاجة في اي حتة تقدر ترجع المكان تاني وتجيبها. انما الزمن هو بعد واحد بس ملوش تاني، بمعنى انك ما تقدرش ترجع اي ساعة انت عشتها. انت تقدر تكررها لكن انك ترجعها مستحيل. الزمن هو القطر الوحيد اللي ملوش محطة وصول، لا بيقف لحد ولا بيستنى حد. الوقت هو فعلا اغلى حاجة البشر مسعرينها ببلاش. السؤال بقى المهم هنا واللي احنا محتاجين نعرفه، هل فعلا بداية الكون معناه بداية الزمن، ولا الزمن هينتهي مع نهاية البشر؟ قياسنا للزمن مر بمراحل كتير جدا من بداية وجودنا لحد النهاردة. بداية قياسنا خالص كان عن طريق ان الشمس او القمر، انك تشوف الشمس ان الصبح موجود، وانك تشوف القمر ان انت موجود. بعدها بشوية الناس بدأت تحدد التقويم بتاعها عن طريق فصول السنة ال4، وبعدها بشوية كمان بدأ يظهر الساعات الشمسية والساعات الرملية وصولا للساعات الديناميكية لحد ما وصلنا للي انت شايفه النهاردة. كل دي كانت طرق قياس لحاجة احنا مش عارفين سبب وجودها لحد النهاردة، لكن وجودها حتمي ولابد منه. عشان كده ما نقدرش نقول عن الزمن او الوقت عموما الا ان هو اسم لكل لحظة في تاريخ الكون كله. العلماء شايفين ان الكون ده كله وجد عن طريق انفجار عظيم او البيج بانج، وعن طريقه الزمن بدأ. لكن في كلام دلوقتي بيتقال ان الزمن احتمالية وجوده كانت ممكن تبقى قبل بداية الكون، بس لحد دلوقتي النسبية مش قادرة تفسر هل الزمن كان موجود قبل بداية الكون ولا لا. بعد البيج بانج والتوسع اللي بيحصل في الكون، العلماء بيقدروا يربطوا الزمن او المسار اللي بيمشي فيه وهو مسار واحد ملوش تاني بحركة الكون عموما، وهي عن طريق العشوائية او الانتروبي. بالنسبة لهم شايفين انه منطقي جدا ان الزمن يبقى بعد واحد وما ينفعش يبقى ليه بعد تاني، لان دي طبيعة الكون. تخيل مثلا انت سبت بيتك الحالي وطلعت على بيت جديد، وبعد سنة سنتين رجعت تبص عليه تاني. الطبيعي والمنطقي والعادي ان انت هتشوف البيت اصبح متهالك، البيت خلاص قايل للسقوط. لكن اللي مش طبيعي ان البيت يبقى مثالي واحسن من انت سبته، وهي دي طبيعة الكون. بس كده حلقتنا خلصت النهارده، واتمنى تكون فهمت شويه الصغيرين اللي اتكلمنا فيهم. ولو انت حسيت ان الدنيا هربت منك ارجع بص على الحلقه تاني هتفهمها ان شاء الله. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، لو انت على الفيسبوك لايك وشير، وبص على المصادر، اهم حاجه المصادر. استناني الحلقه الجايه. سلام.